زي النهاردة أبقى كملت سنة في إيطاليا، سنة بعد ما خدت قرار إني أبعد عن أهلي وكل حاجة متعود عليها. اتعلمت فيها حاجات كتير، ودخلت في تحديات كتير، وتعرفت على الغربة لأول مرة، وتعرفت على نفسي بشكل أكبر. عدت أوقات كتير صعبة وأوقات حلوة، وعملت حاجات كتير أول مرة أعملها في حياتي. مسؤوليات كتير عمري ما تعرضت ليها قبل كده، زي الطبخ والغسيل وإدارة المصاريف وغيرها. بس كان دايما في سؤال بيتسألني من كل الناس من أول ما جيت إيطاليا، وفي سؤال دايما بيتسألني وهو إشمعنى إيطاليا؟ وهل إيطاليا فعلا تستاهل، ولا ممكن يبقى في مكان أحسن زي الخليج أو مثلا بلد في أوروبا زي ألمانيا؟ ففي الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده. بس الأول خلونا ننزل السوبر ماركت نجيب شوية حاجات، لأن النهاردة هطبخ طبخة لأول مرة هطبخها في حياتي. يا رب تطلع حلوة وبالمرة نجاوب على السؤال مع بعض. بص، موضوع هل إيطاليا تستاهل ولا لأ ده موضوع نسبي بشكل كبير، وبيعتمد على كل شخص هو بيقيم البلد على أساس إيه، وهو القيم بتاعته إيه، وممكن يعيش هنا مثلا في بلد أوروبية ولا أفضل له إنه يعيش في دولة عربية إسلامية والكلام ده كله. فهي بتختلف من واحد لواحد، وبتختلف حسب ظروف كل شخص، والمتاح بالنسبة له وايه المش متاح والكلام ده كله. بس أنا هقول لكم قبل ما أجي إيطاليا حكمت عليها إزاي، وإزاي قررت إن أنا أجي هنا، وايه المميزات والعيوب من وجهة نظري بعد سنة كاملة قضيتها هنا. هقول لكم خبرتي يعني بالمجمل كده، وانت بقى تحكم وتشوف اذا كانت دي حاجة حلوة تمشي معاك بالنسبة لك ولا لا. جبنا شوية طلبات، نروح بقى نحاسب. جماعة العيال الصغيرة مزعجين قوي بجد. مساء الخير، الساعة دلوقتي 3 الفجر. قلت لكم هنروح نعمل الأكل ونطبخ ومش عارف ايه. خمنوا مين راحت عليه نومة ولسه صاحي دلوقتي. بس هنعمل الأكل برضه لأن أنا جعان ولازم ناكل. مين بيطبخ الساعة 3 الفجر؟ أنا. تعودوا معايا على كده عادي. طيب الأكلة اللي احنا هنعملها النهاردة هي الفرايد تشيكن. أنا هجربها لأول مرة، مش عارف هتظبط ولا لأ، أتمنى تظبط. اللي أنا عامله إن أنا جهزت الفراخ وتبلتها. قالوا إن هي لازم تتساب في التلاجة ساعتين 3، أنا سبتها كتير قوي فتمام، يعني احنا تمام. هنبدأ دلوقتي نعمل التتبيلة بتاعة القشرة اللي بره، اللي هو الدقيق والبيكنج باودر وشوية حاجات كده هقول لكم عليها. وبعدين هسخن الزيت، على ما الزيت يسخن أكون أنا ظبطت الفراخ. يلا نبدأ. انا بحط الادابتر ده لان البوتاجاز ده كهربا مش غاز، والحله دي للاسف اشتريتها على اساس ان هي كهربا، طلعت مش بتشتغل على البوتاجاز ده، فاضطريت ان انا اشتري الادابتر ده علشان يشتغلوا يعني كده. هنحط الزيت علشان يسخن شويه، لازم الزيت يبقى سخن مولع نار، نسيبه يسخن وبعدين نبدا نعمل الدقيق والحاجه بتاعتنا اللي هو اسمه البريدنج. خدوا بالكم شيف وكده يعني. نحط الدقيق، نحط دلوقتي ولا عاوزنا نحط تاني؟ نحط على الدقيق دلوقتي بقى بيكنج باودر، نحط بقى ملح وفلفل، رشة توم بسيطة قوي، هنحط اوريجانو هو مش مطحون فاحنا هنطحنه بايدينا، وبعدين نقلبهم في بعض. بس دلوقتي بقى هنبدأ نحط الفراخ في الدقيق، بعدين ننزلها في المية، بعدين في الدقيق، بعدين في المية. واحنا بنعمل الكلام ده بقى تعالوا نتكلم عن موضوع فيديو النهاردة، الموضوع اللي انا اتسألت فيه كتير جدا: ايه عيوب ايطاليا وايه مميزات ايطاليا واشمعنى ايطاليا والكلام ده كله. اول حاجة تعالوا اقول لكم ليه انا اخترت ايطاليا وايه المميزات اللي انا شفتها كويسة، وهنتكلم على العيوب مع بعض برضه. اول حاجة اخترتها هي وجود منحة، تقريبا الدراسة مجانية خالص، فانا ما كانش مطلوب مني ان انا ادفع فلوس، حتى لو دفعت فلوس في الاول حاجات بسيطة مش عارف ايه. فمش كل البلاد بتوفر موضوع المنحة ده، ودي حاجة حلوة جدا جدا تحسب لإيطاليا طبعا، تميزها عن البلاد التانية. تاني حاجة، انا بحب الشعب الاجتماعي، الشعب اللي انا ما احسش فيه ان انا غريب مش عارف اتعايش معاه. الشعوب اللي هي زي ايطاليا اسبانيا والكلام ده، شعوب البحر المتوسط دي شبهنا قوي، انت مش هتحس هنا بغربه. طبعا في غربه بس الناس هتاخد وتدي معاك كده، وهتلاقي ان انت يعني عارف تتعامل. طبعا في عيوب وحاجات كتير، بس على الاقل انت مش حاسس ان انت في بلد كئيبه بتنام بدري، الناس ما بتسلمش عليك في الشارع، الكلام ده كان مهم جدا بالنسبه لي. كمان من ضمن المميزات في ايطاليا وخصوصا في روما في الجنوب، الجو في روما احسن بكتير قوي من المانيا مثلا. انا ما حبيتش ان انا اقعد في بلد كئيبه، انا ما بقدرش اقعد في الشتاء، ما بحبش الشتاء. دي حاجات بالنسبه لكم ممكن تكون عبيطه جدا، بس بالنسبه لنا دي حاجه مهمه، لان انت لو ناوي تعيش في البلد هنا فتره كبيره لازم تفكر في كل الجوانب. تالت حاجه بقى طبيعه، وكمان الاثار اللي في كل مكان والكلام ده. يعني انت لما تزهق هتمشي في ايطاليا شويه هتحس ان انت مبسوط. ايطاليا معروفه ان هي وجهه سياحيه للعالم كله. ايطاليا بلد حلوه قوي ان انت تنزل تتمشى في الشوارع، يعني مش لازم ان انت تخرج وتدفع فلوس وتقعد في مكان، انت هتنزل بس، خصوصا في روما هتنزل بس تتمشى في الشوارع هتحس ان انت بقيت زي الفل وكويس وكل حاجه. فدي حاجه حلوه جدا بتخليك برضو تحس ان انت في بلد كويس، هتفك عن نفسك. الغربه صعبه ولازم تتعود على الغربة، ولازم تتعود ان انت تعرف ازاي تطلع من الوقت اللي الدنيا بتبقى جاية عليك فيه وانت حاسس بغربة والكلام ده كله. بعد كده بقى في حاجة مهمة
مهمة جدا، انا شايفها ان هي حاجة كويسة. في ناس كتير شايفينها مش حاجة حلوة، ان في مصريين وعرب كتير جدا في ايطاليا. في ناس مخلين سمعتنا مش احسن حاجة في الدنيا، بس فكرة ان في عرب كتير مخلية الحاجات اللي انت هتحتاجها كواحد عربي موجودة بكثرة. انا هغسل ايدي بس عشان شكلي وحش وارجع لكم تاني. انا دلوقتي رحت جبت فراخ من الجزيره الاسلاميه. الجزيره الاسلاميه انا جنبي حوالي مثلا 4. لما بيبقى في مسلمين كتير وعرب كتير هتلاقي جزارات كتير تخدمهم، هتلاقي مطاعم مصريه، مطاعم عربيه، مطاعم حلال، هتلاقي جوامع في كل مكان. ايطاليا فيها جوامع كتير جدا في كل مكان، انت كل ما تمشي تتكعبل في زاويه ممكن تدخل تصلي. هتلاقي هنا ناس لو انت مثلا ما بتتكلمش ايطالي، وخصوصا اول اسبوع مثلا ولا حاجه، هتحس ان انت وسط اهلك. بس فكره ان انت حواليك حد عربي، حد مصري، بيساعدك كتير قوي ان انت تتخطى شعور الصدمه اللي بيبقى في الاول ده. انا اول ما جيت هنا، عارفين اكتر مكان كنت بطمن فيه ايه؟ المسجد. بحس ان انا خلاص انا هنا في المكان، انا عارف انا هعمل ايه. ده زي الوطن كده. المسجد بالنسبه لي كان زي الوطن اللي انا فاهم فيه كل حاجه، عارف ادخل اصلي ازاي، هتوضى منين، هريح ازاي. ففكره ان انت تلاقي مكان يحتويك في الاول، او تلاقي شخص يعرفك يفهمك الدنيا، يساعدك، ابن بلدك او عربي زيك او كده، خصوصا لو انت ما بتتكلمش ايطالي، ده هيفرق معاك كتير جدا جدا في الاول. فانا شايف دي ميزه بصراحه. وكمان توفر المنتجات العربيه في الجزارات والمطاعم والكلام ده كله، كل اللي انت عايزه في ايطاليا هتلاقيه. كل المنتجات العربيه اللي انت عايزها هتلاقيها موجوده هنا. في فطير، عيش بلدي، هنا في كل حاجه انتوا نفسكم فيها هتلاقوها موجوده. فدي ميزه، لان في عرب كتير ومصريين كتير، فهتلاقي حاجات بتخدمهم كتير. ميزه كمان بقى بالنسبه للدراسه، لان دي بالنسبه لي كانت حاجه حلوه جدا. هم حاجتين مش ميزه واحده. اول ميزه ان انت علشان تيجي ايطاليا هتدرس بالانجليزي، فدي حاجه حلوه جدا، هتسهل عليك كتير جدا. انت مش محتاج تتعلم ايطالي قبل ما تيجي. في ناس بتيجي وتمشي ما بتتعلمش ايطالي، بيعانوا وما بتبقاش الدنيا سهله، وعمره ما هيلاقي شغل هنا، وهنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه. بس سهل ان انت تيجي هنا بالانجليزي، مش لازم تتعلم لغه البلد زي المانيا مثلا. فدي ميزه كبيره جدا. تاني ميزه واللي انا شايفها حاجه حلوه جدا، ودي من اكتر الاسباب اللي خلتني اجي ايطاليا، ان انا مش محتاج حساب بنكي مغلق زي المانيا. دي حاجه حلوه جدا جدا لو حد مش معاه الفلوس كلها ان هو يحطها. دي ميزه كبيره جدا وسهلت عليا كتير قوي ان انا اجي هنا وادرس هنا. طيب هل بقى ايطاليا بلد الاحلام؟ هل هي المكان خلاص اللي نفكر ونقرر ونطلع عليه؟ لا طبعا. ايطاليا مليانه عيوب، وعيوب كتير كمان. اول عيب البيروقراطيه. ايطاليا من اكتر البلد اللي فيها بيروقراطيه. علشان تخلص ورقه هتحتاج وقت كتير جدا. يعني مثلا انا لحد دلوقتي بقالي سنه بالظبط هنا في ايطاليا، لحد دلوقتي ما استلمتش الاقامه الاولى بتاعتي. ده مش في كل البلاد، ده مش في كل المدن، لكن في روما وميلانو والاماكن الكبيره بيبقى كده. وللاسف الموضوع بيطول كتير جدا. انا بقالي سنه او اكتر ولسه لحد دلوقتي ما استلمتش الاقامه، فدي مشكله كبيره جدا. اي ورقه انت بتحتاجها لازم تقدم عليها من بدري جدا، علشان انت بتبقى عارف ان انت هتاخد وقت كبير على ما تاخدها. تاني حاجه اللغه. صحيح الشعب الايطالي جميل جدا وكل حاجه، لكن هم ما بيتكلموش انجليزي، وفي منهم كتير لما بيلاقيك ما بتتكلمش اللغه بتاعته مش هيقدر يساعدك. فهتلاقي ان انت مضطر علشان تعرف تعيش هنا، بس انت تروح السوبر ماركت، ان انت تخلص ورقه في الحكومه، تخلص ورقه في بنك، في الكلام ده كله الموضوع بياخد وقت كبير جدا. بصوا بقى اللون، بقت صفرة وجميله. هنطلعها بقى ايه، تشرب الزيت. البيكنج باودر بقى اللي بنحطه بيخليها مقرمشه وجميله. بصوا بصوا، احلى ستريبس. احسن من كنتاكي ده ولا مش احسن من كنتاكي؟ بصوا اللون الاصفر الذهبي، ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايكم. هنكمل بقى دلوقتي نحط بقيه الفراخ. تعالوا بقى نتكلم عن عيب تالت، وده عيب مهم جدا بالنسبه لنا احنا كمسلمين. انت هنا هتيجي هتعيش في ثقافه مختلفه تماما تماما عن ثقافتك. صحيح هم شبهنا في شويه حاجات، طليان قريبين مننا بشكل كبير جدا، تقريبا هم اكتر شعب في اوروبا قريب مننا، بس لسه برضه هم مختلفين خالص. هنا مفيش دين تقريبا. صحيح هم مسيحيين، بس هم مسيحيين على الورق، واللي هم متدينين منهم قليلين جدا. الوضع مختلف، وانت لازم تتأقلم على ده، ولازم تبقى فاهم ان انت هتيجي هتواجه ثقافة مختلفة، هتواجه طباع مختلفة. لازم تبقى فاهم ان هنا انت لو ربنا كرمك وعشت واشتغلت واتجوزت، لازم تبدأ تفكر في اختلاف الثقافات. هم مش هيعلموهم عربي، مش هيعلموهم الاسلام، ده هيبقى تحدي كبير جدا. في ناس كتير مش بتعرف ان هي تعيش هنا مع اولادها، وللاسف بيسيبوا اولادهم في مصر وبيبعدوا عن ولادهم وكده. ده من اكتر المساوئ طبعا اللي في اوروبا كلها، مش ايطاليا بس، وده بيخلي الدنيا مش سهله خالص. صحيح انا حابب البلد وحابب العيشه هنا، بس في نفس الوقت انا خايف من حاجه زي كده، وخايف لما ان شاء الله اتجوز واخلف انا مش عارف لحد دلوقتي هعمل ايه في ولادي وكده. في ناس هنا قدروا ان هم يخلوا عيالهم يطلعوا يتكلموا عربي، وان هم يطلعوا يبقوا عارفين ديننا وكده، بسبب
ان هنا في جوامع زي ما قلنا كتير، في مصريين كتير، بيحتك بالعرب كتير. بس خليك عارف ان الوقت الاكبر اللي الولد او الطفل بيقضيه من يومه بيقضيه في المدرسه، وفي المدرسه هو هيتكلم ايطالي، هيعرف التاريخ بتاع ايطاليا، مش هيعرف تاريخ بلدك. هما ما بيدرسوش دين، فهم بيطلعوا اصلا اغلبهم لا ديني وحاجات كتير كده، والموضوع ده بقى منتشر جدا في دول اوروبا. فدي من اكتر واصعب الحاجات اللي بتواجهنا للاسف في اوروبا كلها ودول الغرب عامه. من ضمن المشاكل الكبيره هنا في ايطاليا ان الوظائف صعبه والمرتبات قليله، المنافسه كبيره جدا جدا على الوظائف، ومفيش وظائف كتير، الطليان اصلا مش لاقيين شغل، والمرتبات قليله جدا. فلازم قبل ما تيجي هنا تبقى عارف حاجه زي دي. بس في نفس الوقت المصاريف اقل من بلد زي المانيا مثلا، الايجار هناك اغلى من هنا، العيشه هناك اغلى من هنا، الاكل في السوبر ماركت اغلى من هنا، الضرايب اغلى من هنا، فكل حاجه اغلى من هنا. فانت هتلاقي ان هي دي يعني واحد فرق بسيط جدا بين الاثنين يعني. لو احنا هنقارن المانيا وايطاليا. برضو من ضمن المشاكل المشهوره لو انت متابعني على القناه، فانت عارف ان هنا المواصلات مش احسن حاجه. المواصلات ما فيهاش التزام. ايطاليا شغاله بالحب بصراحه. الباصات خصوصا في روما يعني مش بتيجي اوقات كتير والقطارات بتتاخر اوقات كتير جدا جدا جدا، بيبقى فيه اضرابات سواء في المطارات او في المواصلات العاديه، في الباصات او في القطارات. وساعات بيبقى فيه اضراب في كل ايطاليا، مش بس بلد معينه او في قطاع معين زي القطارات او الباصات او كده، لا بيبقى في ساعات اضراب في كل حاجه. فدي مشكله كبيره برضو مش سهله، لان هنا تكلفه ان انت تجيب عربيه مبدئيا الرخصة صعبة شوية لان هي بالايطالي وان انت امتحانها بالايطالي. لو مش معاك رخصة ان انت تجيب عربية، حتى العربيات في روما مثلا احسن لك بكتير ان انت تركب مواصلات عامة من ان انت تجيب عربية، لان الزحمه صعبه جدا، الركنه غاليه، بتدفع ركنه بالايجار، كل ما تروح في مكان بتدور على ركنه صعبه، فالناس بتستسهل وتركب مواصلات. لكن للاسف اوقات كتير المواصلات بتبقى صعبه، ودي من ضمن المشاكل اللي موجوده في ايطاليا عامه. تبقى ايه الاربعه الباقيين، حطيت اربعه مع بعض بصراحه علشان نخلص لان الوقت اتاخر وانا عايز اكل. بفكر اكل الثلاثه اللي طلعوا دول، ادوقهم، نفسي ادوقهم بصراحه. فتعالوا كده نجرب حتى واحده، يعني واحده بس نجربها مع بعض واقول لكم رايي، لان بصراحه متحمس جدا ان اجربها لان شكلها حلو قوي. بصوا بقى ايه، هناخد دي نجربها ان شاء الله يعني تطلع حلوه. بسم الله يا جماعه، تحفه وهميه. انتوا سامعين صوت القرمشه؟ استنوا اعمل لكم ايه اسم. سامعين صوت القرمشه عامل ازاي؟ ولا اكنها في مطعم، مش مزيته خالص، طالعه مقرمشه من جوه، طريه، متبله حلو، سهله جدا، بتعمل بسرعه. يعني انت لو عامل التتبيله ومجهزها، انت في ثواني هتحطها في الزيت، يعني 10 دقايق ولا حاجه وتكون خلصت. ان شاء الله الفترات الجايه بقى هنطبخ ونتكلم مع بعض كده لو انتوا حبيتوا الموضوع ده. تحفه يا جماعه من الاخر. الكاميرا كانت واكله نص وشي للاسف، انا بصور بالتليفون فمش باين قدامي الشاشه. اعملوا لايك بقى وسبسكرايب وكده علشان ان شاء الله تدعمونا ونعرف نشتري كاميرا نظيفه نصور لكم بيها بقى ونظبط الدنيا والجوده تبقى حلوه والكلام ده. اعملوا سبسكرايب ولايك وريت شير. نصيحة بقى لكل شخص مغترب، اللي تخلصه في الطبيخ اغسله، اول ما تخلص اي حاجة شيلها، علشان طبعا احنا لو كلنا الاكل هينيمنا وهنتقل وبتاع، وهتلاقي نفسك كومت على نفسك اطباق كتير. فانت يا باشا على طول خلص اغسل، الدنيا تبقى تمام، تروح تاكل، تطلع تشرب كوباية الشاي بتاعتك وانت رايق، ما عندكش غير الطبق اللي بتاكل فيه وخلاص على كده. عايز ابقى احكي لكم اكتر عن حبي للسفر، ومهما الدنيا اتاخرت ان شاء الله هتوصل اللي انت عايزه في وقت من الاوقات، الوقت اللي ربنا بيريده. كل حاجة بتحصل بوقت معين، كل حاجة انت شايفها اتأخرت عند ربنا بتوقيت محدد، وبعد شوية ربنا بيوريك ان هو ده التوقيت المظبوط، وان انت كان لازم لو عايز تسافر تسافر في الوقت ده، لو عايز مثلا تشتغل شغلانة هتشتغل في الوقت ده، لو عندك اي حلم ونفسك يتحقق لازم تبقى عارف ان في حاجتين احتمالين، لو جه يبقى خير من ربنا، لو ما جاش يبقى ما كانش خير من الاول، وربنا عارف الصح ليك، ولازم ترضى بالقدر وبالنصيب مهما كان. مهما كنت انت بتحاول في سكة ما ظبطتش، حاول في حتة تانية، ممكن تحاول في نفس السكة تاني مرة واتنين ما ظبطتش، دور على سكة تانية، دور على طريق تاني، هتلاقي ربنا ساعات بيقفل في وشك باب عشان يفتح لك باب احسن. حاول دايما ان انت تبقى راضي باي حاجة، وكل اللي بيجي من ربنا كويس. في حاجات احنا ما بنبقاش فاهمينها دلوقتي، في حاجات انت مش هتعرف تفهمها، فربنا بيبقى شايل لك الاحسن بعدين في المستقبل. بعد فترة هتلاقي ان هو ده الاحسن. دايما تدابير ربنا هي احسن حاجة لينا. ارضوا وقولوا الحمد لله على اي حاجة ربنا جابها، وارضوا بقدر ربنا، ودايما دايما قولوا الحمد لله. كده نكون خلصنا الكمية. انا اكلت 2 بصراحة، ما قدرتش استنى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون الفيديو فعلا فاتكم بحاجة، سواء هتروحوا ايطاليا او الخليج او اوروبا او الكلام ده كله. اتمنى يا رب ان شاء الله لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشير للفيديو، لو حد مهتم تبعتوا له الفيديو ده. وان شاء الله في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. الفترة الجاية هيبقى في على الاقل ان شاء الله فيديو كل اسبوع.
اسبوع ههتم ان شاء الله ان انا انزل لكم فيديوهات. فاكتبوا لي في الكومنتات تحت اسئلتكم لو عايزين تعرفوا حاجات معينه عن ايطاليا، العيشه هنا، تكاليف العيشه والكلام ده كله. هعمل لكم فيديوهات كده كتير باذن الله. وحاولوا تدعمونا بقى بلايك وسبسكرايب والكلام ده. عايزين نوصل 2000 سبسكرايبر ان شاء الله قريب. احنا خلاص يعني 1700. انا بقى هروح دلوقتي اكل واعمل لي كوبايه شاي على ما الفجر يأذن، نصلي الفجر واقعد اشتغل في مونتاج الفيديو ده ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم.